أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم السبت عودة الفرنسي هيرفي رينارد لتدريب المنتخب الأول بعد رحيل الإيطالي روبرتو مانشيني. وكان اتحاد الكرة السعودي قد فسخ عقد مانشيني الخميس الماضي بعد تراجع نتائج الأخضر في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي على منصة أكس مقطع فيديو بعنوان لقد عاد ظهر فيه رينارد متحدثا، وقال رينارد: لم أكن أنوي الرحيل، لكن عندما يطرق وطنك بك يجب عليك أن تجيد. وتابع: علاقتي بالسعودية واللاعبين والجماهير لا يمكن أن أنساها، قصتي لم تنتهي مع السعودية والحمد لله لقد عدت. وسبق رينارد قيادة المنتخب السعودي في الفترة بين يوليو تموز 2019 ومارس آذار